السلام عليكم. غادي نعطيكم هاد القنينطات اللي بالعقده ديال اللوز والكركاع والشريحه. كيجيو واحد الميلونج اللي زوين ومختلف على الاشكال ديال المعسلات اللي كنقدموا. بالنسبه للمقادير، انا بالنسبه لي هنايا انا راه مضاعفه المقادير. غنعطيكم مقدار صغير وانتم ديك الساعه عندكم اختيار. عندنا 150 غرام ديال اللوز اللي كنكونوا في السخينه، 40 غرام ديال السنيده مع قليصه الملح، عندنا 70 غرام ديال الكركاع و80 غرام ديال الشريحه اللي كيكونوا مسوحين بطبيعه الحال، عندنا 10 غرام ديال الزبده، عندنا معلقه كبيره ديال البراليني ديال اللوز، المسكه الحره والمزهر، وعندنا من طبيعه الحال لاغوم ديال السبيكيلوز اولا الروح ديال القرفه، وهذه كتبقى اختياريه اللي باغيها. ندوزو دابا نطحنوا اللوز ديالنا عقده يعني مع السكر وقريصه الملح، وكنطحنوا كذلك الشريحه ديالنا حتى كطحن مزيان، وكنضيف لها داك الكركاع وكنهاشي كلشي مع بعضياته. وغادي ندوز دابا باش غندلك العقده ديالي. انا كندلكها في العجانه هكا كتسهل عليا، اللي ما عندوش غيدلكها بيديه حتى تدلك مزيان. بالنسبه للمزهر ما كنضيفوش في الديبار، يعني كنخلطوا العقدات بجوج، والبراليني المسكه الحره والزبده ولاغوم ديال السبيكيلوز اولا الروح ديال القرفه، كنخلطوا هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان، وكناخذوا المزهر كنسخنوه فوق من البوطه حتى كيغلى، وكنبقى نضيف فيه بشويه بشويه وانا كندلك في هاد العقده ديالي هكا باش كتحصلوا على هاد لا تيكستور اللي معلكه ورطبه بحال هكا. غادي ندوز باش نشكلها من طبيعه الحال على شكل حريبلات صغار بالوزن ديال 9 غرامات هكا باش كيجيوك صغيورين. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروهم بريوات راه يمكن لكم ديروهم بريوات، هذا هو الشكل ديالهم. بقى حنا كندوزو كندوزوهم في الورقه ديالنا. كناخذ الورقه ديالي كنقطع الورقه الكبيره كنقطعها على 4، وكل مثلث كنقسمو على 2، يعني كنحصل على 16 ورقه في كل ورقه كبيره. وكندوزو نشكلوا القنينطات ديالنا بحال طريقه لي سيغار. كندوز ومن بعد كنقليوهم في الزيت بالطريقه نفس الطريقه اللي خدمت معكم البريوات اللي في الفيديو اللي قبل. يعني الزيت كتكون سخونه وكنلوحوا فيها القنينطات ديالنا، وكنبقاو نحركوا فيهم وسط من الزيت حتى كيتقلاو وكياخذوا داك اللون اللي مذهب غير مصفرين. من بعد كندوزو كنغطسوهم في العسل. كيف قلنا كيكون العسل ثقيل وبارد، وكنخليهم مرقدين في داك العسل مده ديال النهار، يومين، 3 ايام، ومن بعد كندوزو كنزينوهم. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال القنينطات ديالنا من بعد ما قليناهم وعسلناهم. والتزيين كيبقى اختياري، كل واحد والرغبه ديالو.